السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده. كنتمنىكم تكونوا على خير وبخير وانتم كتشاهدوا الفيديو اليوم غادي نعملوا الكسكس او السكسو. كيجي لذيذ بزاف بزاف، والحبات ديالو كيجيو شاربين الماء ورطابين، كيجي من ألذ ما يكون. يلا نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه اللي غادي نبداو بها حنا نعملوا سكسو بالتفايه، وغادي نعملوا بالحمص. كنعملو الحمص اولا الحمص هو الاولاني، كنعملو له سكنجبير والخرقوم والابزار. يعني الزنجبيل والابزار والمليحه وكركومه، واحد العود القرفه. وكنعملو له غنعمل 2 كيسان ديال الماء لارب، 2 كيسان ديال الماء كبارين لارب، كاس الاولى عامر وكاس هذا لارب. وغنعملو الزيت وغادي نعملو يطيب، حيتاش ما يمكنليش نردوه مع الدجاج يطيب لان الدجاج ما كيتعطلش. هنا عندي البصل اللي غادي نعسلوها، عندي هنايا الا كانوا عندكم بصل كبارين كتعملوا 2، الا كانوا صغارين كتعملوا 4، حيتاش انا كانوا عندي 2 كبارين. يعني الوزن ديالهم كان 600 ديال الغرام. قطعتهم مرقاقين وعملت لهم مليحه وعملت لهم الزيت ووديتهم يتشحروا. هنا عندي الزبيب وغسلته، وغادي نمشي ملي غادي يطيح البصل ديالي فحال هذا الشكل هذا، كيبدا يطيح حيت المليحه هي اللي كتساعدو باش داك البصل دغيا كتهود. ديك الساعه نيتك غادي نضيفو الزبيب ديالي من بعد ما غسلته، وغادي نخليهم يتشحروا اولا يتقلاو العافيه مهيله وبالغطا. هنا عملنا غير الملح، ما عملنا حتى شي حاجه. حنا خصنا تقريبا هاد الزبيب والبصل يتعسلوا غير في الماء اللي كيطلقوه، حنا غنزيدو لهم غير شي حاجه قليله. هانتوما كتشوفوا يعني دبالت معايا، يعني تخلط طياب مزيان. نكوزو الدجاج ديالي. هنا عندي الدجاجه مكموله. كيف ما يمكن تعملوا الدجاج مقطع، يعني طروفه، كيف ما ممكن تعملوه. انا عملت صحيحه. غادي نكوزو باش نشرملوها. عندي هنايا واحد 2 بصلات كبارين، هذه باش غادي نعملوها مع الدجاج، يعني باش المريقه كتجينا بنينه. كنعمل هنا واحد كوتشاره ونص تقريبا ديال الزنجبيل اولا 2 كوتشارات، والملح على حسب الذوق. وكنعملو اليبزار، الفلفل الاسود، وكنعملو الخرقوم اولا كركمه، وكنعملو الزعفران حر اولا الزعفران شعره وصافي. وكنعملو شويه الزيت غير شويه، من بعد عاد كنزيدو وكنعملو واحد كوتشاره صغيره ديال السمن حر. الناس اللي ما كتعرفش يتعدل السمن حر اولا ما عندهاش، انا غادي نخلي لكم كيفاش كيتعدل السمن حر في صندوق الوصف. غنخلي لكم 2 ديال الوصفات اللي شفتوها سهله بالنسبه لكم غادي تعملوها. نخلي لكم في صندوق الوصف باش تعملوا السمن حر، واللي ما عندوش السمن حر ماشي مشكل، يقدر يستغنى عليه، غير شنو كيعطي مذاق يا سلام. هنا كنخلطوا داك المقادير، داك المكونات اللي عملت كامله، وكنحاول ندوب ديك السمينه، وغادي ندوز نشرمل الدجاج. يعني انا عملت هاد الطريقه هذه حيت عندي الدجاجه مكموله. اما الا كانت عندي الدجاجه مقطعه اطراف، غادي نعمل الدجاجه في هي وبصل تشحر، وملي تشحر عاد نعملها العطريه. ولكن أنا خصني ضروري نعملها هكا باش كتدخل معها العطريه في الداخل ديالها، لان الا عملت العطريه على برا عاد تجي بنينه من على برا، ولكن من داخل ما عادجيش بنينه، حيت حنا ما شرملناهاش بالليل اولا ما رقدناهاش في العطريه بالليل. صافي هنا كنحاول ندخل في هذيك العطريه كلها. هنا عملت العطريه شويه زايده لان حنايا الدجاج ديالنا غادي نمرقوه، والمريقه كتكون شويه زايده على حساب سكسو، يعني باش نسقيو سكسو، يعني باش كتجينا المرقه بنينه و ومعلقه. وهنا بحال قلت لكم 2 بصيلات كبارين باش كتجينا المرقه ثقيله. وكنعمل الدجاجه ديالي فوق منهم، ضروري تعملوا البصل هي الاولى باش ما الدجاج ديالكم ما كيلصقش في الطنجره. صافي وديك العطريه اللي بقات لي في الطبسيل عملت لها واحد تقريبا شي 3 الكوتشار ديال الماء ولا 4 باش نهبطوا ديك العطريه كلها وداك السمن، وغادي نردوه يتعرق اولا يتشحر فوق البوطه. هنا غنزيد له الزيت اللي غادي يطفي لي، انا ما عملتوش الكافي قبيله. صافي الزيت اللي غادي يطفي الدجاج، وغنغطيه وغادي نديه يطيب فوق البوطه. في هذه الساعه هذه ما نعملوش الماء حتى يتعرقنا الدجاج ديالنا. هنايا الزبيب من بعد ما دخل معاه الطياب، عملت له هنايا الزنجبيل، الفلفل الاسود، والخرقوم الخرقوم عفوا. وغنعمل له نص كاس د الماء، غنزيد له شويه من بعد، يعني نص كاس د الماء. وغنعمل له كوتشاره صغيره د القرفه والسكر عاد غادي نعملو. صافي ضروري خصنا نسمو هاد البصل والزبيب باش كيجينا لذيذ. يعني حنا لا لاحظتوا نسمنا كلشي، البصل والزبيب، نسمنا الدجاج، نسمنا الحمص، يعني كلشي فيه العطريه ديالو. وهنايا غادي نخلي العافيه مهيله. لاحظوا معايا عملت شويه د الماء لان البصل ديالنا دخل معاه الطياب. صافي هنايا الدجاج ديالي هاو كيتعرق، مره مره كنجوز نحركو شي شويه وصافي.
هنا بصيله قطعتها طريفات صغارين باش كطيح لي ما كتبقاش باينه من بعد. صافي الدجاج ديالي كنشوف انا تعرق معايا وتنفخ، غادي نعمل عليه الماء الكافي تقريبا يطرد الماء في عيطيب الدجاج ديالي. هانتوما كتشوفوا شحال الماء، يعني عملت الماء الكافي اللي ما نزيدش الماء من بعد. الماء هذا هو اللي غيطيب لي فيه وغيبقى لي باش ندير نسقيو السكسو. الا عملتو الماء بزاف راه السكسو ما كيجيش بنين، كيجي باسل. يعني خصكم تعملوا المرقه او المرق اللي عادي كافي، اللي غيطيب فيه الدجاج وتمرقوا به. كل ما زدتو الماء كل ما غتجيكم المرقه باسله. صافي غادي نغطي عليه ونخليه يطيب فيه كلشي. صافي البصل ديالي والزبيب راه نتوما كتشوفوا يعني تقريبا طيبين. غادي نضيف عليهم 4 الكوتشارات ديال سنيده اولا ديال السكر، 4 الكوتشارات السكر. اللي عادي يبغي يضيف قل كيضيف قل، ولكن انا هنا عامله 600 غرام ديال البصله ياك، مع 250 غرام حتى 300 ديال الزبيب. يعني نتوما عينكم ميزانكم. انا هنا عملت سكسو على حساب 10 د الناس، والسكسو استعملت كيلو السكسو. السكسو اللي كنستعمل هو هذا التريه، انا هذا اللي كنستعمل دائما لان كنتحكم فيه كيف ما بغيت. هنا خوت كلشي خليته شي شويه، ولكن من بعد ضفت كلشي عملت كيلو السكسو. عملت هنايا على حساب 10 الناس. هنا نتوما كتشوفوا عندي تقريبا يطرو ونص الماء. غادي نغسل السكسو. انا دائما كنغسل السكسو ضروري كنغسلو باش كيدخل الماء. بيت الغابره اصلا الغابره كتزول وحتى الحبه السكسو كتكبر. غادي نمشي نهرق منه داك الزائد اللي كتشوفوا هذا معايا، وغادي نرجعو. صافي هرق داك الزائد ديال الماء اللي كان، وغادي نخليه دابا يشرب داك الماء اللي غسلته واللي بقى فيه حتى كييبس والحب ديالو كتكبر. هنا البصل ديالي هانتوما كتشوفوا انا كنحاول نمشي هنا وهنا لان باش ما نضيع والو من الفيديو. هنا صافي الزبيب ديالي هانتوما كتشوفوا يعني طايب والعافيه مهيله. وعملنا له الماء قليل باش كيجي لذيذ. كنعمل هنايا في سكسو الملح اللي غيملح لي سكسو، يعني الملح اللي عادي يكفاني. وانتم كتشوفوا شرب لي داك الماء كله، يعني هرقت منه شي شويه اللي بقى على الوجه، والباقي كله سكسو شربوا. بالنسبه للمبتدئين من الاحسن اولا المبتدئات من الاحسن يستعملوا شي سكسو اللي كيكون معروف ما كيتعجنش، ما يعملوش اي سكسو. اولا بالاخص سكسو د العبر. سكسو د العبر ما كتكونش معروفه الماركه ديالو. يعني تقدروا تعملوا هذه الطريقه هذه ويلصق لكم سكسو من بعد يخرج كيلصق لكم. بالنسبه لي انا هنا استعملت التريه اولا كنستعمل التريه ما كيلصق ليش، وكنعطيه الماء بمعنى الكلمه، وكتجي الحبه ديالو كبيره وكيجي رطب. سكسو ملي كتاكلو كتجبرو حرش في الصراحه د الله ما كيجي خايب، ما كيعجب حتى شي واحد. ما كيجي حرش. ملي كيجي حرش هو هذاك اللي كيكون ما شاربش الماء. ملي كيكونوا كيطلعوه ما كيعملولوش الماء، اولا في الاول ما كيعطيوهش الماء. صافي هنايا من بعد ما خليتوه يبرد شي شويه كنعملوا تقريبا 3 الكوتشارات ديال الزيت باش ما يتكورناش. وصافي هنايا البصل ديالي صافي وجدت معايا. شوفوا لاحظوا معايا الماء، ديك نص كاس الماء اللي عملنا ما بقات منه حتى حاجه. شرب لي الماء كله لان انا عملت غير نص كاس الماء، اما هو تقريبا النص ديالو مشى في التشحار. شوف الحبه ديالو قداش نيا رجعت الحبه غليظه. وكنحاول نفسخو هكا. وكنقول لكم واحد النقطه مهمه، يعني حاولوا ما امكن ملي تعملوا السكسو ديالكم تخرجوه من الكسكاس سخون، خليوه حتى يبرد عاد بقاو تخبوا له الماء باش ما يجيكم بنين. حيت كاينه بعض الناس مثلا كينزلوا الكسكاس في القصعه وكيخويو عليها الماء ديريكت. لا نتوما حاولوا تخليوه يبرد وتعملوا له شويه الزيت اولا الزبده باش ما كتعملوه ويبرد حتى تشوفوه تقريبا برد. عاد عملوا هذه المرحله هذه اللي كنعمل انا. شفتو في الاول غسلته بالماء ويطرو نص الماء وهرق داك الزائد ديالو، ودابا تقريبا عندي نص يطرو د الماء. هاد نص يطرو د الماء غادي نعملو كله في هاد السكسو كيلو السكسو. علاش الحبه ديالو شغل نتوما كتلاحظوا كيفاش انا حاسه بكم كتخيلوا كيفاش رطب، لان الحجم ديالو كبر ورطب. كيبان رطب وكيبان الحبه ديالو كبرت. صافي غنخوي الكميه اللي معايا كلها وغادي نبدا نعملوا هاد الطريقه هذه ونخليه هيدا واحد 2 دقائق هيدا غير تيشرب كلشي ينشف، وغادي نرجعوه المره الثانيه يتبخر. صافي هنا كنعملوا المره الثانيه يتبخر. حنحتاجو غادي نعملوا 2 مرات ديال التبخيره، ما نعملوش الثالثه. صافي والدجاج ديالنا راه تقريبا واجد، وهذا نتوما كتشوفوا. صافي ها التبخيره الثانيه. صافي ما نزيدوش نبخروه. غادي نعمل له واحد كوتشاره كبيره ديال السمن حار اولا السمن بلدي، وغادي نحاول نفسخو وندخل فيه داك السمن كله. داك السمن نتوما كتعرفوا السمن كيفاش كيجي مع السكسو كيجي غزال روعه. صافي وكنحاول ندخل فيه داك السمن كله ونفسخوه. نتوما كتشوفوا شتي شحال الماء عطيتو وما كيلصق ما حتى شي حاجه.
ما كيلصق والو. الحجم ديال القصعه لاحظوا في الاول كيفاش كانت معايا هاد القصعه هذه ولا هاد الاناء هذا كان فيه شويه سكسو القاع، شو دابا قداش لان ضعف الحجم ديالو. هنا هاد الطريقه هذه انا دائما كنعملها في السكسو. في التبخيره الاخرانيه ملي كنكون ما نزيدش نبخرو كنعمل له 2 كوتشارات ديال المرق اللي طابت فيه الدجاج اللي غنسقيو به، وكنعملوا هاد الطريقه هذه كنخلطو حتى كينسجم الكل مع بعضيتو. عاد كنعملو في البلاطو اولا في الطبسيل التقديم بحال هاد الشكل اللي كتشوفوا. ابليكارت سكسو على الطبسيل وخليت واحد الحفره كبيره من تحت باش كنخشي فيه داك الدجاج ديالنا. كيف ما قلت لكم في الاول ممكن تعملوا الدجاج مقطع. صافي وكنجيب دوك الحمص اللي سبق لي وطيبت معاكم طايب، كتشوفوا اللون ديالو كيفاش عامل طايب لذيذ كيشهي، والله الا كيشهي وغزال. كنتمنىكم تجربوا هذه الطريقه، راه الطريقه غتعجبكم 100%. صافي وكنحاول نعملو بالنسبه للتقديم نتوما كيف ما بغيتو قدموا، اما تعملوا فحالي اولا تعملوا الحمص على الوجه ديال الدجاج اولا القاع كيف ما بغيتو. هنا سقيت السكسو ديالي الكافي وغادي نزيد له غير شي شويه بحال هكا وصافي. صافي كنغوزو الزبيب ديالي ها نتوما كتشوفوا معسل بمعنى الكلمه، ما بقاتش فيه حتى نقطه د الماء. غير شنو باللي تعملوا له السكر نقصوا له العافيه مره، نقصوا له لانه هو يقدر يلصق لكم. صافي وكنعاودوا الطبسيل ديالي هكذا بهذه الطريقه. هاد الطبسيل كبير بزاف ولكن ما كيبانش، يعني ديك كيلو السكسو هزو طبسيل واحد. هانتوما تشوفوا نهايه الوصفه ديال اليوم. شوف الحبه كيفاش عامله، الحبه كبيره ومضوبله لان شرب الماء، رطبه بمعنى الكلمه. كيجي لذيذ بزاف والله العظيم، صدقوني لا كيجي بنين. كنتمنىكم تجربوا حنا كنقولوا له سكسو بالتفايه والحمص. كيجي لذيذ، يعني هذا مغاير على سكسو بالخضره، يعني هذا نوع واحد اخر ما عنده حتى علاقه مع اخر. الدجاج هانتوما كتشوفوا كيفاش طايب، يعني طايب كيتهود غير بوحديتو. شوفوا لاحظوا. نتمنى الوصفه اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبتكم شجعوني باللايكات والتعليقات والبارطاج مع الاهل والاحباب، وتشتركوا في القناه تفعلوا الجرس باش فيما نعمل شي جديد يطلع لكم الجديد ديال القناه. وكنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم واللايكات والتعليقات ديالكم الغزاله اللي كتخليوها لي دائما. وكنقول لكم شكرا الى فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم.